السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو سهل وبسيط، يا رب ينول إعجابكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش تضيفوا اللايك الجميل بتاعكم والكومنت الحلو اللي بيفرحنا وبيسعدنا. بصوا بقى يا حبايبي، معانا حلة على البوتاجاز زي ما انتوا شايفينها قدامكم كده، فيها مية، والمية لسه بتاعتنا باردة زي ما انتوا عارفين، ومش هنضيف لها أي حاجة، لا هنضيف زيت ولا ملح ولا مش هنضيف لها أي حاجة. وهنفتح كيسين من المكرونة وهنعملهم النهاردة أحلى مكرونة نجرسكو كده عسل. صلى على الرسول يا حبايبي، وتابعوا الفيديو للآخر على أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش اللايك الجميل، وخليكي معايا الفيديو كده شاهدي للآخر، وضيف اللايك الحلو بتاعك، ونشوف احنا هنعمل المكرونة الحلوة دي ازاي بحاجات كلها بيتك. مش هتحتاجي حاجات كتير، وهتلاقيها معاكي كده حاجة جميلة. تعالوا بقى نسلق المكرونه بتاعتنا، ونجيب معانا صدر من الفراخ. ده بقى اللي بقول لكم عليه، يعني بصوا ده اللي بيبقى موجود الخير اللي عندكم. انا بجيب الفراخ زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو قبل كده، بعين الصدور في اي وقت بطلع اعمل اي اكله كده يعني تنفع اولادك، وحلوه المكرونه وجميله وزي الفل. بص بقى، عندك صدر فرخة، ده صدر فرخة اهوتي، بمسكه اغسله غسيل حلو، وبعد كده بقطعه تقطيع مكعبات صغيرة زي ما انت شايفة قدامك كده. بتاخدها بالطول الاول، وبعدين بقطعها التقطيعة دي. طبعا انتوا راحتك يعني تقطعها زي ما انت حابة، بس هي بتبقى قطع كده حلوة يعني تبقى باينة، ما تعملهاش لا في كبة ولا اي حاجة. قطعها قطع افضل واحسن. ده بقى حبايبي اللي بنتكلم فيه. ممكن انت تجيبي الفراخ وتستفيدي ان انت تعيني حاجة عندك في التلاجة بالشكل ده، يعني الشريحة اللي بوريها لكم مقطعة بالشكل ده. بتطلعيها في اي وقت، تعملها بانيه، تعملها مكرونة جنب حمرا، يعني كل حاجة تنفع عندك. اهو ما شاء الله قطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه. شوفوا المكرونة لسه بادئة معانا تقلب. اهم حاجة ايدك فيها، يعني ما تحطيش المكرونة وتسيبيها، لان لا فيها زيت ولا اي حاجة. وهنسيبها تقلب مع نفسها كده براحتها. هنسلق المكرونة وفي نفس الوقت هنعصج صدر الفرخة الجميل ده بتعصيجة سهلة وبسيطة. واقول لكم احنا هنعمله ايه. بصوا بقى يا حبايبي، هنحط ايه، يعني مش هتكتري ايه زيت علشان خاطر احنا هنعمل، يعني بصوا مش عايزين نخليها دسمة قوي، هنخلي نقطة زيت بسيطة خالص، يا دوب كده ندهن الطاسة زي ما انتوا شايفين قدامكم كده مع بعض، واحدة واحدة كده علشان نعرف احنا هنعمل ايه، والحبايب البنات الحلوين يقدروا يستفيدوا من الفيديو. حلو. هتنزل اول ما الطاسة تحس ان هي سخنت معاكي، والنقطة الزيت اللي انت حطاها معلقة الزيت دي سخنت، بتنزلي بالصدور كده عشان تديها ايه، صدمة، يعني تدي للصدر اللي بتاع الفرخة صدمة كده الاول. انزلي بالفراخ وتسيبها شوية، وبعد كده ما تحركهاش كتير علشان خاطر ما تخرجش المية اللي فيها. في نفس الوقت بتقلبي المكرونة بتاعتك من حين لآخر. يبقى كده ماشيين متفقين احنا هنعمل ايه. بعد ما قفلنا بقى ورجعنا تاني، ببتدي ان انا احركها واقلبها. وطبعا لو انت حسيت ان هي لازقه معاكي هتطلع تاني، ما تخافيش. ده كبناها بس ايه، مش حاطه زيت كتير، انما لما تحركيها شويه بشويه هتلاقيها خلعت معاكي وبقت زي الفل. اي ميه هتخرج منها طبعا هتنشفيها قبل ما تضيفي لها بهاراتها وبصلاتها وكل حاجتها. في نفس الوقت انا هدق توم ني كده هنجهزه، وهنحط لها هرسة شطة، وهندلع الدنيا دلوقتي. لو انتوا بصيتوا المكرونة لسه بادئة ان هي هتقلب معايا، يعني ايد هنا وايد هنا، هتحس ان انت عملت طبخة في ساعتها، وحلوة وسهلة وبسيطة وطعمها زي الفل. الهون بالثوم زي ما انتوا شايفين. همسكه انا ادق الثوم بتاعي دقة حلوة انعمه كده زي ما انتوا متعودين معايا. انا بحب ايه ادق الثوم، بحس ان كده ريحته افضل واحسن. لو انت حابة تحطي قطع براحتك، بس ما تدقيه وتنعميه كده بيبقى ريحته افضل واحسن. اول حاجة هتنزلي بها على الفراخ وبتتعصج التوم علشان تديلها ريحة حلوة. التوم هيدي ريحة حلوة للفراخ بتاعتنا. التعصيجة دي سهلة وبسيطة اوي. حطيت ضفت التوم والبصل، وكان للأسف الكاميرا فصلت، بس انا الحمد لله يعني شفتها. حد رن عليا بصراحة وفصل معايا الكاميرا. بصوا بقى يا حبايبي، ضفت انا التوم والبصل ومعلقة هرسة شطة، ما ضفتش اكتر من كده. طبعا بصلتين حلوين كده كبار وحلوين عشان يبقوا في التعصيجة يخلوها زي السكر كده. شوفوا انا بقلب المكرونة لسه معاكم اهو. على فكرة المكرونة حبايبي بتاع البشاميل دي ما بتتغسلش،
يعني خلوا بالكم في تكات حلوة كده هنقولها مع بعض، تابعي الفيديو كده للآخر هتطلعي مستفيدة منه ولو معلومة واحدة. هنحط بقى حبة من السبع بهارات، وهنحط كركم وكاري وبابريكا، كزبرة وكمون وفلفل أسمر، وهنضيف الكلام الجميل ده مع بعضه. ولو بتحب ريحة القرفة يبقى رشة قرفة هتخليلك الريحة جنان. هنقول من تاني: حبة من السبع بهارات وكاري وكركم وبهارات فراخ وبابريكا وفلفل أسمر، وهنقلب ده كله وكزبرة وكمون. ولو انت بتحب القرفة يبقى رشة قرفة هتخلي معاك الريحة وهم. رشة القرفة دي بتخلي الحاجات التعصيجات دي حلو. طبعا السبع بهارات فيها بشرة جوز الطيب، فكل ده مع بعضه حلو قوي. دي البهارات بتاعتنا اللي انتوا شايفينها. ما تحطوش بهارات حبيبات علشان خاطر مش هتعرفي تخرجيها بعد كده. فلازم أن يبقى فيها سبع بهارات لانها بتبقى شاملة المستكة والحبهان، والسبع بهارات دي كلها بتبقى حلو. عاملاها على القناة قبل كده، لو عايزة تشوفوا الفيديو شوفي حبيبة قلبي وارجعي لي تاني. سرعة سرعة كده بصوا على القناة وعلى الفيديوهات اللي فيها حاجات هتنفعكم بجد. ورشة الملح الجريئة دي، وتعملي حسابك ان البشاميل بتاعك هيبقى فيه ملح، وما تكتريش الملح علشان خاطر ما تبقاش حادقه معاكي. كل حاجه ظبطها كده. جبت طماطميتين وقطعتهم في الكبه اللي انا مقطعه فيها البصل. انا لسه منزله منها البصل بس الكاميرا زي ما قلت لكم كانت فاصله. بصوا بقى، هنضيف الطماطميتين على هرسة الشطه، على التوم، على البصل، على البهارات اللي ضفناها. ولو انت حسيت ان هي محتاجه شويه ميه ممكن تضيفيهم، ما هيش محتاجه خلاص. الطماطم والبصل يخرجوا ميه زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. حابه تنشفيها قوي براحتك، حابه تسيبي فيها حبه من الصوص بسيطين كده، ده شيء يرجع لك. بس انا مش يعني ايه، ما تخليهاش ناشفه قوي قوي، ولا تخلي فيها ميه قوي قوي، بحيث ان هي برضو ما تبقاش يعني زي الصلصه معاكي. هنسيبها تستوي مع نفسها كده، ونروح فين نقلب المكرونة بتاعتنا وندلعها ونشوفها ايه استوت ولا لا. وتصلوا على الرسول حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بقى، انا اشوف المكرونة هنشوفها عايزين كمان قلبة بسيطة كده ونرجع لها تاني. خلاص قلبت قلبتين كده وبقت معانا زي الفل. تعالى اوريها لكم، قرب لكم كده للكاميرا برضو اهي. استوت سوية كامل وزي العسل زيكم كده. تعالوا بقى انا هصفيها، ومش يعني هرمي الميه بتاعتها ومش هغسلها. هجيب مصفى واحط تحت منها طبق، وهصفي المكرونه بتاعتنا عشان هنحتاج من الميه بتاعتها ديت حاجه كده، وهنضيفها مع بعض. هنجيب 7 معالق دقيق، ولازم حبيبتي تنخليهم. ما تستخدميش اي دقيق الا ما تنخليه، حتى لو مصدره كويس. بصي، اهم حاجه ان انت تحسي ان انت حاجتك نظيفه، ما تضيفيش حاجة على طول كده. جيبي 7 معالق دقيق، تنخلوهم نخلة حلوة زي ما انت هتشوفوا قدامك كده، وبعدين تستخدميهم. اهم حاجة حبايبي تبقوا متأكدين اللي حاجتكم نضيفة. لا تقولي لي طب اداني جايباه مصدر كويس مش كويس، برضو نخليه اهو. مش هنخسر يعني، مش هتخسري حاجة، اكيد هتلاقي فيه حاجة. زي ما ضفنا 7 معالق من الدقيق، حاولي ان انت تضيفي ايه برضو زيهم سمنة. المادة الدهنية اللي عندك ممكن تضيفي معلقتين زيت على يعني سمنة زي ما انت حابة. هتضيف كده بقى سمنة يعني 3 4 معالق او 5 معالق، وهنمسكهم ايه نقلب فيهم الدقيق اهو. المعلقة بتتملى اول، مش هملي 7 7 لا، يعني ممكن اخد ايه 4 معالق او 5 لانها كده ملان. زي ما قلت لك ممكن تعوضوهم زيت وسمنة، يعني ممكن تحطي زيت وسمنة عادي، سمنة بس برضو متاح. على فكرة انا طفيت على تعصيقة الفراخ يا ولاد علشان تبقوا عارفين. خلاص خلصت وطفيت عنها، وجبت الحلة دي الجهادي. وعلى فكرة دي اللي انا سلقة فيها المكرونة. شوفوا مش زرقاء ولا اي حاجة، ليه؟ علشان خاطر حاطة المية باردة، مش سبت اما المية غلت وقطعت نفسها ورحت حطيت المكرونة الحلة بتاعتي زرقت معايا. خلوا بالكم حبايبي من المعلومات دي، والله هي اللي بتفيدكم في المطبخ. بص بقى، قلبي الدقيق وما تحطيش، ما تسيبيش الدقيق لما السمنه تتقدح معاك، عشان لو نزلت بيه والسمنه مقدوحه هيتحرق منك بسرعه. ضيفي على طول الدقيق والسمنه لسه مسحتش كده، هيدوب كله مع بعضه. معايا لبن كده مغلي وزي الفل وكان في التلاجة. تعالوا بقى نحطه ايه يدفى جنب مننا كده على ما نخلص. انا كده بجيب الولاعه على فكره، ولاعه سائله سائله مش عايزه تولي اهو، بتغيظني. هجيب واحده غير، فكروني. بصوا بقى، هنقلب بقى الدقيق. شوفوا جبن السمنة بتاعتي باردة والنار وسط مش عالية. ما تعليش النار تشعللي تلاقي الحوافة بتاعي الحلة بتاعتك اتشعوطت وانت لسه ما عملتش حاجة. ركزي يا حلوة انت وهي. بص بقى،
قلبي بقى الدقيق بتاعك نارك وسط، مش عالية ومش هادية. خليكي شاطرة كده، تقلبها وتشوحيها براحتك، وفي نفس الوقت تلاقي الحواف بتاعت الحلة بتاعتك ما اتحرقتش. مش تيجي تقلبي تلاقيها من فوق مكان ما انا بلم كده الحواف بتاعتك تلاقيها اتحرقت وخدت لون، والوسطانية زي ما هي. خلي بالك من الحتة دي، لانك لو الدقيق بتاعتك اتحرق منك هيدي مرارة وما يبقاش حلو. وبرضه ما تغيبيش، ما تقوليش اديله لون، ما تديلوش لون خالص. انت بس ايه، يا دوب تطلعي منه الرطوبة، حاجة كده يسخن معاك. لا تديله لون ولا احنا عايزين فيه لون، لان انت لو لونتاه يغمق منك وهيبقى لونه بني، واحنا عايزينه لون ابيض وكريمي وزي العسل كده. ما تديش للدقيق اي لون، اللي يقولك اديله لون بيضحك عليك. انت تديله بس ايه، تشميعة بس، حرارة كده تشمميه النار، بحيث ان هو يطلع الرطوبة وطعم الدقيق منه، مفيش اكتر من كده. انما احنا ما بنلونش الدقيق حبايب. خلاص. فانا انت تقولي ما انت غبت، لا انا ما غبتش، انا بقول لك النار وسط. لو انا نار عاليه كان فاتو تتحرق، مش كان فاتو بقلب فيه براحتي كده، كان فاتو طلع مني واتحرق وخلاص انتهى. تعالوا بصوا بقى يا حبايبي اللبن، شوفوا انا مولعه عليه موطيه على القشطه بتاعته بخير، وبسم الله ما شاء الله حاجه زي العسل. هنصلي على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. وهتنزلي شويه بشويه، قلبي وانزلي، قلبي وانزلي كده لغايه ما تفك الدقيق معاك، وما تخافيش مش هيكتل. طالما ماشيه زي ما انا بقولك الخطاوي عمره ما هيكتل معاك، وهيطلع معاك كريمي وحاجه كده عسل. هات المضرب السلك بتاعك بقى وتعالي واعملي زي ما انا بعمل كده. والله أكلة جميلة وحلوة. يعني انت لو جبت كيسان مكرونة، عندك الفراخ عينها زي ما احنا متفقين، طلعتيها واللبن، وهتعملي أحلى مكرونة نجرسكو لولادك وهيحبوها وتبقى زي العسل. أنا عليت شوية على اللبن علشان خاطر يسخن معانا، قلت لكم أنا غالية وكان في التلاجة، وطيت تاني اهو. شوفوا بقى باخد شوية بشوية علشان ما زودوش، وفي نفس الوقت براحتي كده، لأن أنا هضيف له كمان حاجة. انا خدت من المية المكرونة بتاعتي كوباية مية مكرونة، بتفرق والله في الطعم، وفي نفس الوقت بتدي لإيه، صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. البشاميل بتاعنا طعم حلو. وهنضيف بقى ايه، دي قشطة. انا مش هحط لها اي نوع جبن، انا هحط النهارده لها قشطة. انا عايزة فيها قشطة ولبن وبس، مش هضيف جبنة خالص. وهنضيف مكعبان مرقة دجاج، وهنضيف رشة فلفل اسمر، وهنضيف الملح، مش هضيف له اكتر من كده. يبقى ضفت له معلقة قشطة كبيرة مع جبنة، مرق دجاج، مكعبين، فلفل اسمر، رشة الملح. مش هضيف له اي نوع جبن، حابة تضيفي جبنة ضيفي، وهتبقى جميلة وزي العسل. قلبي بقى كده البهارات بتاعتك مع القشطة مع رشة الملح، واعملي حساب ان انت عاملة ايه التعصيجة بملحها. يبقى كده شوفوا بدأ يتقل معايا وجميل وزي الفل. هنجيب بقى ايه كوباية المية بتاع المكرونة حلوة وزي العسل زيكم كده، وهنضيفها اهو. دي كوباية، دي من مية المكرونة، زي ما قلت لكم انا مصفياها كده على طبق كده، وخدت منها ايه كوباية مية المكرونة دي حلوة حلاوة جميل. هتحتاجي كل ما تحتاجي بقى لبن. على فكرة انا هحط كمية اللبن كلتها، بس انا بحط شوية بشوية. لازم تعملي حسابك، ما تدلقيش الحاجة مرة وتحسي ان هي سابت منك، اصل لو ساب منك مش هتعرفي تقليه تاني. هتبقى عايزة تحط له جبنة بقى كتير علشان خاطر ان انت تقليه. انما انت لما تاخدي كده وتشوفه براحتك، حسيتي ان هو عايز، انا كده كنت بدوق الحط الملح بتاعه. لازم أن تظبطي ايدك وانت شغال وتضيفه براحتك اهو. شوفوا كده اهوت، انا خدته كلته بصراحة، بس انا شوية بشوية. ما تضيفيش الحاجة مرة حبيبتي. يبقى كده انا ضفت اللبن كله اهو. خد 7 معالق خدوا معايا كولين من اللبن. تعالوا بقى اوريكم، ما شاء الله حاجة كده عسل. وشوفوا كريمة، طب ما انت هتقولي ده خفيف، لا مش خفيف. طالما ان انت تعملي كده ويبقى كده، انا حباه كده سايب مش حباه كتل. انت كده يبقى معاكي زي الفل وزي العسل. حابة ان انت تقليه عن كده براحتك، بس ارجح ان هو يبقى كده، ما تخليش تقيل، لان كل ما ببرد معاكي بشد، وانا عايزاها كلها تبقى ايه،
بتطز وبتلظ وحاجات كده ايه بتلظ، احنا عايزين حاجات بتلظ بصراحة عشان نطلع من الشتا ده. ما اقولكوش. تعالوا بقى ايه نقلب شوية كده. يا سلام، هو ده بقى الكلام. يلا قلبوا كده مع بعض حبة، لما تخلي المكرونة بتاعتك كلتها واخدة من ده، لان المكرونة هتاخد طعم ده وملح ده وكل ده. احنا متفقين ان احنا ما ضفناش اي حاجة للمكرونة، فهتاخد طعم منين؟ طعمها بقى كبشتين حلوين كده، وحسيت ان انا عايزة كمان كبشة اهو. الله عليه على البشاميل ده، الله، هو احلى حاجة في الموضوع هو ده. هو ده البشاميل. قلبي بقى براحتك كده في الكيسين المكرونه والله احنا يا ولاد كنا بنجيب كيس المكرونه كان بيعمل الكميه دي، مش عارفه السخط ولا جراله ايه، بقى يا دوب الكيسين. كنا بنجيب واحد كان بيعمل الكميه دي. الله المستعان. يلا تعالوا بقى نجيب الصينيه بتاعتنا ونبتدي الرصه الجارقه بتاعتنا. انا ضفت على فكره في قاع الصينيه، لا اما تضيفي معلقه سمنه لا اما معلقتين من الزيت، ده لا ده عادي براحتك. بس انا حطيت شويه زيت بصراحه عشان نبقى حلوين مع بعض كده. نص الكميه وضفتها اهو. نص الكميه وضفناها وحطاني ايه زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. رتبي بقى حالك ورص كده براحتك الصينيه بتاعتك. وبعد كده الله، شوفوا بقى اهو. يعني ده يعني لا فيها زي ما احنا متفقين، لا فيها ميه ولا هي ناشفه قوي، ولا فيها ميه ولا فيها يعني صلصه قوي. خليكي كده، ما تنشفيهاش قوي لما تبقى ناشفه ما فيهاش اي خير. لا، لان ساعه ما تحط المكرونه بتاعتك دي في النار وتولعي في فرن البوتاجاز كده فوق وتحت، بتقوم تقلب معاكي كله ياخد من بعض. لازم يبقى حبه صوص كده يروحوا كده ويروحوا كده يغلغلوا في المكرونه بتاعتك. لو انت عاملاها ناشفه وشاده مش هتبقى حلو. فخليكي ايه، خلي حاجتك كده بتطز وبتلظ زي ما احنا متفقين وقلنا مع بعض ايه، عايزين حاجات تطز وتلظ اهو. يلا بقى نجيب بقية الكمية بتاع المكرونة ونضيفها. وقلبي البشاميل بتاعك، انت هتعملي ايه يانا على الجمال اهو. ده احنا دلعناها خالص والله العظيم، خليناها كانت طعمها تحفة. جربوها يا بنات والله تحفة وجميلة، وبتعمليها بأقل حاجة وحلوة قوي ما شاء الله. على فكرة ممكن تعملها بخضار بس، يعني لو انت ما عندكش لحمة ولا فراخ اعملي بخضار، اعملي بأي حاجة عندك هتعمليها وتبقى زي الفل. نفرد بقى كمية المكرونة بتاعتنا. يعني لو انت حابة بقى ومزاجك عالي رص واحدة جنب واحدة براحتك، خلقك بريء زي بسرعة وعايزة تنظمي في ساعتها ونركي في الآخر على الطعم. على فكرة مش أهم حاجة ان انت طعامة حاجتك. تعالوا بقى بصوا. الله، الله على البشاميل وجماله. بذمتكم خرز ولا في اي حاجة ولا جبنة ولا اي شيء في الدنيا وطلعت معايا بالشكل ده. تعالوا نجيب لكم خرطة بقى وهي سخنة وزي العسل ومتدلعة كده. ما شاء الله، حاجة كده وهم. ريحتها وطعمها جايب لآخر الشارع. ريحتها مش طعمها، ده ريحتها اللي جايبة لآخر الشارع. شوفوا اهو. طبعا انت لو سبتها بردت هتمسك وهتبقى زي الفل، انما طلعتها من الفرن جبتها لكم على طول عشان اقول لكم تفضلوا معايا. احلى طبق كده مكرونه نجرسكو كده حاجه وهم. شوفوا شكل البشاميل وشوفوا شكل الحلاوه بتاعتها والجمال، حاجه زي العسل. جربوها يا حبايب قلبي وما تندموش. اللي انتوا هتجربوه جربوها وقولوا لي في الكومنتات والتعليقات. واللي وصل لحد كده ما ينساش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فتحية فايد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترككم في رعاية الله، ما تنسوش الاشتراك في القناة، بحبكم في الله.